السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين جوع اخر الليل بقى مشكلته. طبعا لما تجوعي كده بالليل هتعملي ايه بقى؟ بدل ما تاكلي عيش بلدي وتاكلي اي حاجة تانية او رز او مكرونة، ممكن نعمل حاجة مش خفيفة قوي برضو، بس ايه يعني، يعني ايه، حاجة سهلة وسريعة وخلاص. يعني الجوع اخر الليل. تمام، انت هتعملي بقى حسب العدد اللي عندك مثلا، او شوفي انت عايزه قد ايه. بتعملي بقى 2 3 وتاكلي على قد ما تاكلوا، سندوتش ولا حاجه. احنا هنعمل دلوقتي مع بعض حاجه كده خفيفه وسريعه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب عندي هنا زبده اهي. نجيب زبده كده، هنفردها هنا كده. حاجه جميله وهتحبوها. انا عملت حاجه زي كده قبل كده، بس انا عملتها بالثوم، لا دي بالزبده والزعتر، وكنت عاملاها بالزيت. هنعمل يعني زبده وزعتر وملح. اللي حابب يعمل زيت او زيت زيتون يعمل. انا هدهنها وارجع. بصوا احنا دهنا الزبده اهو. بنجيب الزعتر، بتفركيه كده في ايدك الاول زي ما انت شايفه كده، وترشي ونرش زعتر، وبعدين بنرش ملح. تمام، بتملحي على قد يعني ملح بسيط كده. تمام، انا هكمل الباقي وهوريه لكم. تمام، انا عندي اهو جاهز توم اهوت. خلاص كده خلصنا كده. حطينا الزبده والزعتر بعد ما فركناه والملح. انا هدخلها الفرن بقى وهقدمها معاكم بقى، تاكليها بقى جنب اي حاجه تتعشي بيها. تنفع فطار الصبح. تمام، حاجه برضو خفيفه وسريعه. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش يشترك في قناتي على اليوتيوب اكلات بيتي. انا هدخلها الفرن بقى، سخنت الفرن، هدخلها الفرن وهقدمها لكم بعد لما تتعمل. كده عملنا قوالب الفينو بتاعنا، فتحناه بالزعتر والملح. بصوا جميل ومقرمش ازاي. بصوا سامعين صوت الخروشه، وجنبه كوبايه شاي بحليب. حاجه جميله وخفيفه، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع لجوع اخر الليل زي كده. ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا والله يا جماعه انا مش عايزه بس غير دعمكم وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد مني. ويا رب كل فيديوهاتي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.